السلام عليكم. الفيديو ده معمول مش عشان يولع الدنيا ولا عشان يجيب ترند ولا عشان يشد الناس بخناق. الفيديو ده معمول عشان نفهم ايه اللي حصل بين شاور وحمو ايهاب من غير زيادات ومن غير برضه نقص ومن غير ما كل واحد يحط القصه اللي على مزاجه. خليني اقول لك من الاول كده وبكل وضوح، انا مش شاور ولا حمو ايهاب، انا واحد زيكم متابع، واحد شاف الفيديو وقرأ الكومنتات كلها وسمع كلام كتير قوي وحس ان الموضوع اتفهم غلط. تعال اقول لك القصه دي بدأت ازاي. القصه بدأت زي قصص كتير قوي على السوشيال ميديا، محتوى فيديو يرد على فيديو، هزار تقيل شويه، طاقه عاليه، جمهور بيتفاعل. وشاور معروف عنه انه شخص بيحب المحتوى اللي فيه حركه، اللي يشد، اللي يخلي الناس تتكلم. وحمو ايهاب برضه شخص ليه طريقته وليه جمهوره وليه اسلوبه. وفي اللحظه دي ولا شاور كان ناوي يعمل مشكله ولا حمو ايهاب كان مستني الموضوع يكبر كده. بس هنا بقى اول نقطه مهمه لازم نفهمها، المحتوى لما يطلع قدام جمهور كبير مش بيبقى ملك لصاحبه بس. اي كلمه بتتقال، اي حركه، اي هزار، الجمهور بيفسره على مزاجه. ناس ضحكت وناس اتبسطت وناس قالت، لا ده كله دخل في بعض. ومع الوقت الهزار التقيل ده اتخذ على انه تصعيد حقيقي. المرحله اللي بعد كده كانت اخطر شويه. ليه بقى؟ علشان الناس بدات تتفرق، ناس بقوا مع شاور والناس التانيه مع حمو ايهاب. ودي اسوأ حاجه ممكن تحصل على اي قصه في السوشيال ميديا، ان الجمهور هو اللي بيكمل الخناق. الكومنتات زادت، الفيديو بقى بيتفسر غلط، واي سكوت بقى ليه معنى، واي تاخير بقى ليه تاويل، لحد ما وصلنا للنقطه اللي حصل فيها تواصل مباشر. حمو ايهاب كلم شاور مش على الملأ كده، مش في فيديو ولا في بوست، مكالمه على الهادي كده بينهم وبين بعض. قال له تعالى نحل الموضوع ودي يا عم شاور. شاور قال له تمام يا عم حمو يلا بينا. ودي نقطه مهمه جدا علشان اي حد بيحب المشاكل مش هيعمل كده. وشاور من ناحيته رحب بالكلام وكان مستعد يقفل الموضوع تماما. لحد هنا القصه كانت ممكن تخلص، بس اللي حصل بعد كده هو اللي خلى اللخبطه الكبيره دي هي اللي تتصاعد. التوقيت ده بقى حمو ايهاب كان داخل على خطوبه، واللي عدى بتجربه زي دي عارف ان الواحد بيبقى دماغه في الف حته، تحضيرات بقى، ناس ومواعيد وضغط. فالتواصل هنا وقف، مش وقف بخناقه ولا ببلوك ولا بكلام وحش، وقف بس وخلاص. لكن المشكله ان الصمت على السوشيال ميديا عمره ما بيبقى صمت. الصمت دايما بيتفسر وغالبا بيتفسر غلط. ناس قالت تجاهل، وناس قالت استعلاء، وناس قالت في تصعيد جاي، وكل واحد الف قصه من دماغه. وشاور من ناحيته حس ان في توتر شويه، احساس ان الموضوع اتساب كده من غير ما يتقفل، وده احساس طبيعي لاي انسان. هنا بقى نقف شويه ونفكر، هل ده معناه ان في عداوه؟ لا. هل ده معناه ان حد كان ناوي يضر التاني؟ برضه لا. اللي حصل بكل بساطه ان في موضوع ما اتقفلش لسه، والجمهور كبره على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا بتزود اي حاجه للنار. نقطه مهمه قوي لازم تتقال، مش كل حاجه بنشوفها في الفيديوهات بتبقى حقيقيه 100%، وفي نفس الوقت مش كل حاجه حقيقيه بتطلع للناس. في حاجات بتحصل ورا الكاميرا، مكالمات ورسائل وتفاهات الناس ما تعرفش عنها حاجه، والناس لما ما تعرفش بتخمن، والتخمين اخطر من الحقيقه. اللي واضح لحد اللحظه دي ان شاور وحمو ايهاب ما وصلوش لمرحله العداوه الشخصيه. مفيش سب، مفيش شتيمه مباشره، مفيش فضايح، مفيش نوايا اذى، هو بس في اختلاف، في سوء تفاهم وتوقيت مش مناسب. ودي حاجات بتحصل بين الناس عادي جدا، ما بالك بناس حياتها كلها قدام كاميرا. كمان لازم نفهم حاجه تانية، صناع المحتوى مش روبوتات، عندهم مشاعر برضه، وعندهم كرامه، وعندهم ضغط نفسي. لما تحس انك مش متقدر وان كلامك اتساب، ده بيأثر فعلا على نفسيتك. وده اللي حس بيه شاور، مجرد احساس مش اتهام وخلاص. وفي نفس الوقت حمو ايهاب كان في فتره حساسه جدا في حياته، ومش بالضروره يعني يكون قاصد اي حاجه من دي. يبقى احنا قدام ايه؟ قدام قصه كبرت في حجمها، اتفسرت غلط، والجمهور لعب دور كبير جدا اكبر من اللازم. وعشان كده الفيديو ده مهم جدا، مش عشان نقول مين صح ومين غلط، لكن عشان نفهم ان مش كل اللي بيحصل على السوشيال ميديا لازم يكون حرب. ممكن يكون درس، ممكن يكون تنبيه، ممكن يكون وقفه. وفي الاخر يا صديقي لو في صلح ده شيء يحترم جدا، ولو كل واحد كمل في طريقه ده طبيعي. المهم ان الناس ما تتحولش لادوات تحريض، وما تزودش الخناقه نار على نار. شاور وحمو ايهاب طول عمرهم اخوات، يعني شاور هيفضل شاور وحمو ايهاب هيفضل حمو ايهاب. والقصه دي مش نهايه العالم ولا بدايه حرب، دي مجرد حكايه اتحكت زياده على اللزوم. والاذكى فينا هو اللي يفهم، مش الاذكى فينا هو اللي يهيج. وبكده نكون خلصنا، واتمنى الصوره تكون وضحت. استنوني في فيديو جديد، والسلام.